صباح الخير، يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو النهاردة. وصفة النهاردة عن كفتة الحاتي او الكفتة اللي احنا بنشتريها من بره، بس هنعملها النهاردة في البيت. ناس كتير بتقولي وبنات كتير بتقولي يعني انه اللحمة ساعات ما بتظبطش معاهم، وساعات بتبقى اللحمة حلوة قوي بس طريقة التسوية هي اللي ما ظبطتش معاهم. هنشوف النهاردة اللحمة ايه مواصفاتها بالظبط اللي نستخدمها، وطريقة التسوية المظبوطة اللي تخلي فعلا الكفتة تبقى زي اللي بنشتريها بالظبط. وهنعمل كمان سلطة الطحينة. بس لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك، ولو اول مرة تشوفوني اعملوا لايك وسبسكرايب. ويلا بينا نشوف اول المكونات. اول حاجة في المكونات هي اللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة اللي هنستخدمها للكفتة لازم تكون 25% منها دهون. واللحمة المفرومة لو جايبينها كلها احمر، يبقى خلينا نجيب حتة كده من الدهون او حتة ليا، او على الاقل يعني معلقتين سمنة. اي حاجة، المهم لازم يبقى فيها دهون، لان الدهون دي اللي بتخلي الكفتة جوسي وتخليها طرية من جوه. الحاجة التانية والاهم من النقطة الاولانية، ان احنا لازم نفرمها عند الجزار مرتين، يعني نأكد عليه ان اللحمة المفرومة اللي احنا شاريينها دي مفرومة مرتين، او لو عندنا كبة في البيت نبقى نفرمها مرة تانية مع بقية التوابل وباقي المكونات. وده فايدته ان احنا ما نحسش واحنا بناكل الكفتة ان هي مكتومة وكلها لازقة في بعضها كده وكأنها قطعة واحدة. فحتة ان هي تتفرم مرتين ده هيفرق معانا كتير في طعم الكفتة اكيد. كل ده طبعا كلام عن اللحمة المفرومة، لان هي تعتبر هي اللي شايلة الوصفة كلها. بقية المكونات عندي بصلتين بقى مفرومين كويس ومتاخد منهم التفل بتاعهم بس من غير المية، ومعايا كمان ملح وفلفل طبعا، ومعايا معلقتين من البقسماط الناعم، ومعايا ربع معلقة بيكنج باودر. ودي طبعا مش هيكون ليها اي لازمة لو المواصفات بتاعت اللحمة اللي انا قلتها دي مش موجودة. فمتفتكروش ان احنا عشان هنحط بيكنج باودر يبقى خلاص كده لازم الكفتة تطلع مظبوطة، لا. اللي هيطلع الكفتة فعلا مظبوطة هي المواصفات بتاعت اللحمة اللي قلنا عليها. ومعانا كمان حزمة بقدونس، ودي هنستخدمها في كذا حاجة النهاردة. هنبدأ على طول بالخطوات. وأول حاجة هنحط الملح والفلفل، ومعاهم كمان البيكنج باودر ربع معلقة زي ما قلنا. وعلى نص كيلو اللحمة على فكرة حطيت معلقة ملح ومعلقة فلفل اسود ومعلقتين صغيرين من البقسماط الناعم، وممكن كمان ما استخدمهمش كله. وهنا انا بصفي البصل اللي انا فرمته، بصفيه خالص من المية لاني عايزة التفل بتاعه بس. هضيفه برضو على باقي المكونات. واخر حاجة هضيفها هي شوية من البقدونس. وبعد كده هنبدأ نخلط كل المكونات مع بعض بايدينا كأننا كده بالظبط بنعجن شوية كده. وبعد كده هندخلهم التلاجة لو عندك وقت ساعة ساعتين، وبعد كده نطلعهم نشكلهم على طول. التشكيل ليه كذا طريقة. اول طريقة ان انا ممكن اشكلهم على اسياخ الشواية بتاعة الفحم واشويهم على الفحم كلهم، او ممكن ان انا اشكلهم على اسياخ الشيش طاووق الخشب، ولكن لازم الاسياخ الخشب دي تتحط في المية شوية قبل ما نشكل عليها عشان ما تتحرقش. ونسند بقى الاسياخ الخشب على حرف من حروف الصواني اللي هي المربعة، بحيث ان انا عايزة الكفتة تبقى مرفوعة عن قاعدة الصينية، ما تبقاش لازقة في قاعدة الصينية. فنخلي الاسياخ الخشب الحروف بتاعتها سندة على الحروف بتاعة الصينية المربعة. او اختيار كمان ان انت ممكن تحطوا الكفتة على شبكة الفرن، وتحطوا تحتها اي حاجة بحيث ان الدهون اللي تنزل في الصينية اللي تحتها او الصاج اللي تحتها. بالنسبة لي انا جبت الشبكة بتاعة الشواية وحطيتها على صينية، وهحط عليها الكفتة اللي انا بشكلها دلوقتي على السيخ الحديد. المهم ان كل الطرق دي بتخلي الكفتة مش عايمة في المية اللي هتنزلها، لان احنا لما بنحط الكفتة على الصينية مباشرة هي بتنزل مية، فبالتالي بنلاقي الكفتة بتستوي من فوق بالفرن كأنها مشوية بالظبط، ومن تحت عايمة في المية اللي هي نزلتها.
فبتبقى طبعا شكلها مش حلو وما بيبقاش طعمها لذيذ. فالأحسن ان احنا نتبع اي طريقة من الطرق اللي احنا قلناها دلوقتي، وده هيحقق لنا ان الهواء السخن يفضل ماشي ومتفرق حوالين كل كفتاية لوحدها، فبالتالي تستوي كلها وكأنها بالظبط مشوية عند الحاتي. طريقة التشكيل زي ما انتوا شايفين هي سهلة جدا. احنا بناخد قطعة بس من الخليط بتاعنا وبنشكله على السيخ زي كده. بنقفل بقى من فوق، والحتة اللي تحت دي نتأكد ان هم لازقين خالص يعني في السيخ بتاعنا. والحركة دي برضو كنت بشوف الحاتي بيعملها برضو نفس الحكاية دي، برضو بتخلي الكفتة تلزق اكتر على السيخ. كل ما هنلاقي ايدينا بتلزق شوية في اللحمة ممكن ان احنا نبلها شوية بمية البصل اللي احنا كنا مصفينها قبل كده. طبعا لو دي اسياخ شيش طاووق انا كنت سبتها عليها، لكن لاني مش هستخدم الاسياخ الحديد دي، مش هينفع تخش الفرن، فبالتالي انا بس بشكل على السيخ ده وبعد كده بسيبهم على الشبكة بتاعتي. خلاص كده انا خلصت كل الكمية. الصينية دي هحط فيها شوية مية، حوالي ربع كوباية بس، وعليهم شوية من مية البصل، وهدخلهم الفرن. لما ادخلهم الفرن هقعدهم تحت الشواية دقيقة واحدة بس. اول لما يخشوا دقيقة واحدة، وهروح لفاهم كده وخلي الناحية التانية برضو تاخد دقيقة واحدة تحت الشواية، وده علشان خاطر يتشمعوا قبل ما افتح عليهم الفرن واسيبهم ياخدوا التسوية بتاعتهم الكاملة. ويتشمعوا ليه؟ علشان خاطر يعني احتفظ باكبر قدر من السوائل جواهم من غير ما ينزلوا كل السوائل والدهون بتاعتهم، فبالتالي يبقوا طراي وجوسي واحنا بناكلهم. لغاية بقى لما الكفتة تستوي حضرت سلطة الطحينة. عايزين معلقتين طحينة، عصير ليمونة، وخل، وطبعا التوابل بتاعتنا ملح وكمون وشطة. هحط كده الليمون الاول على معلقتين الطحينة، هي ليمونة واحدة بس، وهقلبهم. وهلاحظ بعد كده ان القوام بتاع الطحينة بدأ يتقل، فهنضيف عليه شوية من المية الدافية عشان تفك القوام بتاعه شوية، وحبة حبة كده يعني بالتدريج علشان خاطر ما خليهاش تبقى صيصة قوي وتبقى خفيفة جدا. هقلبهم بقى في بعض لغاية لما الاقي القوام بقى كويس، فهضيف شوية خل، ولو لقيت القوام بتاعها تقل تاني من الخل ممكن نضيف تاني شوية مية دافيين. اخر حاجة بنحطها هي التوابل، الملح والكمون والشطة. والشطة طبعا اختياري حسب الرغبة، نص معلقة ملح ونص معلقة كمون وربع معلقة شطة. هقلبهم مع بعض، وده القوام اللي احنا محتاجينه في سلطة الطحينة. واخر حاجة هحطها هي شوية من البقدونس، وبرضو هقلبهم مع المكونات واحطهم في طبق التقديم. وكده يبقى عندنا سلطة الطحينة جاهزة. وهنجهز بقى طبق التقديم اللي هنقدم فيه الكفتة، علشان اول لما تطلع من الفرن نرصها على شوية من البقدونس برضو. عشان كده قلت لكم في الاول ان البقدونس هنستخدمه في حاجات كتير. الكفتة هي طلعت ورصيتها في طبق التقديم، ومعاها طبعا سلطة الطحينة. اما عن الكفتة فانتوا لازم تجربوها بنفسكم، لان انا مهما وصفت لكم قد ايه هي طرية وجوسي ومش مكتومة وكل حاجة حلوة فيها بالظبط زي بتاعة الحاتي، انتوا مش هتتخيلوا. فلازم تجربوها وتكتبولي في الكومنتات ايه رأيكم في الوصفة. وميرسي جدا لمتابعتكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير. باي باي.